هل يمكن أن نأخذ الفتوى هكذا من الإنترنت دون أن نرجع إلى العالم؟ من الطامات الكبرى التي حلت علينا في هذا العصر مسألة الاعتماد على الفتاوى التي تعرض على الإنترنت من قبل الناس، من قبل عامة الناس. فهذه الفتاوى أولا فيها الصحيح والسقيم، فيها ما يكون يعني فيه أمور أخرى، حتى أن مسألة أنا وجدت أنه في حالة البحث في الإنترنت وجدت أن بعض النتائج تخرج بشكل أسرع وأوضح وأسهل من نتائج أخرى. يقال أنه تدفع أموال لتكون هذه النتائج لأول من يبحث عن هذا الأمر، وهي تكون خاصة بفكر معين أو جهة معينة أو ما شابه ذلك. لا يمكن في حال من الأحوال، خصوصا لغير المتعلمين العلماء الذي يمكنه أن يميز بين الغث والسمين، يمكن للعالم أن يدخل على مجمع فقهي على سبيل المثال ليرى فتاواه أو يعني علماء الأزهر ماذا يقولون ويقرأ ليستفيد، هذا لا إشكال فيه. لكن الإنسان العادي إذا دخل إلى أمثال هذه المواقع أو إلى مواقع أخرى فإنه سيضيع وسيأخذ أمورا قد لا يعني يحسن له أن يأخذ بها، وقد يقع في المحرمات. لذلك ينبغي أولا للإنسان أن يسأل إنسانا متعلما صاحب علم وصاحب ورع وصاحب تقوى، وليست المسألة بهذه السهولة. ابن القيم له كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. هذه المسألة خطرة. الفتوى هي توقيع عن رب العالمين، لكن كثيرا من الناس يتجرأ على ذلك من دون خلفية، بينما يعني يبقى طالب العلم فينا ومنا السنوات الكثيرة، ما يقارب 20 سنة يقرأ ويدرس ويأخذ من صدور الرجال ويتلقف العلم ليستطيع أن يتكلم بعد ذلك في أمور بسيطة. وتجد الإنسان الذي قرأ كتيبا صغيرا أو الذي اطلع على صفحة من صفحات مشاهير الفيسبوك والإنترنت، وليس كل مشهور في الفيسبوك والإنترنت يشترط أن يكون عالما، فيأخذ بكلامه فيضل ويضل.